الست اللي قدامك دي اسمها الشيخة نادية، والست دي كانت تعتبر من اخطر الروحانيين اللي في مصر، واتشهرت جدا في مصر وبره مصر، لدرجة ان شخصية الخالة نوسة اللي قام بيها الفنان محمد هنيدي مستوحى منها. حسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. السلام عليكم. من غير اي مقدمات ومش عايز احرق عليك القصة، خلينا نخش في الفيديو على طول. ان شاء الله يكون فيديو ممتع، وما تنساش الاكسبلور، ويلا بينا. قصتنا بتدور سنة 1999 في مصر، وبالتحديد في الإسكندرية، في منطقة هناك اسمها أبيس. كانت عايشة هناك الشيخة نادية هي وأسرتها اللي بتتكون من 4 أفراد، أمها واخواتها الاتنين وبنتها، ومن ضمن اخواتها واحد فيهم كان شغال دكتور، ولكنه قرر يسيب مهنة الطب ويكون مدير اعمال اخته. طب ايه هو شغلها؟ ركز كويس قوي في الجزئية اللي جايه دي. الشيخة نادية كانت معروفة انها بتعالج المس والاعمال وتلبس الجن، ومش كده وبس، دي كانت بتعالج اي مرض، يعني لو مرض جسدي بتقدر انها تعالجه، وده اللي شهرها جدا في الفتره بتاعتها. الشيخه ناديه كانت كل اسبوع بتعمل تجمع في الساحه اللي قدام بيتها، يعني يوم مخصص كده في الاسبوع بتعمل تجمع قصاد بيتها، ومش بيحضر 100 ولا 200، ده بيكون موجود ناس بالالاف، ومش من مصر بس، ده من جميع انحاء دول العالم. الناس دي بتيجي وبتتجمع قدام بيت الشيخه ناديه، ويفضلوا مستنيينها لحد ما تخرج الشيخه ناديه، وبتكون ماسكه في ايديها ميكروفون، وبتفضل تقول اذكار وكلام معين، وتردد الكلام ده وتعلي صوتها علشان كل اللي موجودين يسمعوها. واثناء ما هي بتقول الاذكار دي وبتعلي صوتها، في ناس بتقع على الارض، وناس بتصرخ بصوت عالي جدا ويفضلوا يتألموا، وعلى طول الشيخة نادية بتأمرهم ان يجيبوا لها الناس دي قدامها، وفعلا اخواتها الاتنين بيساعدوها وبيجيبوا لها الناس دي قدامها. واول ما بييجوا قصاد الشيخة نادية بتعمل حاجة غريبة، بتحط صباعها في بقها وبعدين تحطه على راس المريض وفي بقه، وبتفضل تعمل كده وبتردد في كلام غريب لحد ما الشخص المصاب ده يتكلم بصوت مش صوته، ده صوت الجن اللي جواه، وبعدين تتكلم مع الجن وتأمره انه يخرج، ولو رفض بتخلي اخوها يضرب الشخص ده في مناطق معينة، ويضربه ضرب قاسي جدا بعصاية من الجريد، وفي اعتقادها ان هي كده بتضرب الجن، وفعلا لحد ما المريض يفوق ويتكلم عادي. الغريب ان معظم الناس اللي موجودين في الجلسات دي متعلمين، دكاترة ومهندسين واساتذة، ناس فاهمة. والاغرب من ده كله ان في ناس جاية تتعالج من امراض جسديه، اللي ظهره بيوجعه واللي عنده الكبد وغيرها. عاوز ايه؟ ربنا يكرمني كده ويروق لي وشي. جاي عشان خاطر ظهري. انا عندي التهاب في المفاصل. الله يسلمه، انا تعبان من غضروف وضغط. فده خلى الصحافه تسال عن قصتها وازاي هي بتعمل كده، وهل فعلا ده حقيقي ولا هي بتكون متفقه مع الاشخاص دول. فلما جم سالوا الشيخه ناديه ايه اللي دخلك في المجال ده وايه اللي خلاك تعالج الناس بالاسلوب ده، قالت انها من زمان كانت على طول بتصلي وتقرا قران، ولما تخلص بتقول اذكار، وفضلت على الموضوع ده سنين طويله، لحد ما في يوم ظهر لها شيطان وقال لها انا هعمل لك اللي انت عايزاه في مقابل ان انت تطيعيني وتعملي لي اللي انا عايزه، ولو رفضتي هعذبك. وعلى طول هي رفضت، وعلشان كده فضلت حوالي 5 شهور بتعاني من المس، وكانت بتشوف حاجات غريبه وخيالات سودة، وراحت لشيوخ كتير جدا ومحدش قدر انه يساعدها، وكل يوم حالتها تسوء عن الاول وصحتها اتدهورت، لحد ما في يوم حلمت ان في حاجه بتأمرها انها تصوم 45 يوم ورا بعض، وما تفطرش فيهم غير العيش والتمر. والرؤيه دي اتكررت معاها 3 مرات، وفعلا عملت كده وبدأت تصوم. ومن بعد اللي حصل معاها ده قدرت انها تتواصل مع الجن. فلما الصحافه سالوها برضو ايوه انت ازاي بتقدري تعالجي المرضى؟ ايوه دي حاجه مش طبيعيه، انك تعالجي مس ده طبيعي عادي، انما ده شخص مريض في جسمه ازاي بتعالجيه؟ ردت عليهم وقالت انها تتعامل مع انواع جن كتير جدا، منهم الدكاتره والمتخصصين في كل المجالات. اتقبض على الشيخه ناديه سنه 1999 واتحكم عليها بالسجن لمده 3 سنين بتهمه الاحتيال والنصب. طيب هتبان لك انها قصه عاديه، ولكن الغريب في القصه دي ان كل الحالات اللي جات للشيخه ناديه وكان عندها امراض جسديه وخدوا جلسات عندها، معظمهم راقوا، منهم اللي كان مريض سرطان واللي كان مريض قلب وكبد وراق. فانا مش لاقي تفسير للي حصل ده، ومستني رايك، واستنوا الفيديو الجاي، وبس كده.